بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. فيرمينيو النجم البرازيلي ونجم ليفربول السابق ونجم النادي الاهلي السعودي الحالي يقود هجوم الاهلي في كاس العالم 2025 على سبيل الاعاره لمده 6 اشهر برعايه سعوديه. ايه الحكايه وايه الروايه؟ لو انت اول مره تدخل قناه الاهلاويه ما يغركش ان مفيش بهرجه في الديكور وما تستضعفش العبد لله. انفردنا من 8 ايام بموضوع الهديه الاستثنائيه من معالي المستشار تركي آل شيخ للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. معالي المستشار تركي آل شيخ قرر مكافاه واهداء الى النادي الاهلي ونادي الهلال السعودي 2 لعيبه ميجا ستار، وده عن طريق إحدى الشركات السعودية اللي هتقوم بالإعلان عن بعض المشروعات الجديدة اللي هيتم افتتاحها في خلال سنة 2025 و 2026. وعشان كأس العالم ده هيبقى متشاف وهيلعب فيه 32 نادي من كبار اللعبة في العالم: مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وانتر ميلان، وزي ما انت عايز تقول قول الاهلي والترجي. حاجة كده يعني متشافة، فاترينا كبيرة جدا جدا، ممكن أي شركة تعرض يعني نفسها فيها. عايز أقول لك كواليس الاتفاق، وعايز أقول لك المستندات والدليل. إحنا انفردنا زي ما قلنا من 8 أيام بالخبر ده، وانفردنا كمان بخبر إن من ضمن اللاعبين اللي بيتفاوض معاهم دلوقتي الشركة السعودية ساديو ماني. وخبر ساديو ماني نزل كالصاعقة على الجميع، وتعرضنا لنقد شديد وصل لحد التطاول من بعض منشئين المحتوى الرياضي وبعض الإعلاميين، لكن كان ردنا بكل هدوء: هتكون مدين لينا باعتذار لما الخبر ينتشر وكل الصحف وكل المواقع الإعلامية تتكلم عليه. وفعلا بعد 3-4 أيام كل الصحف وكل المواقع اتكلمت عليه، والبرامج الرياضية بدأت تتكلم عليه زي برنامج كابتن سيف زاهر والصحفي محمد عراقي اللي اتكلم في موضوع ساديو ماني. لكن هو اتكلم من جانب المالي ان الاهلي مش هيقدر يدفع المقابل المالي لساديو ماني، وقال ان هو سأل احد المسؤولين النادي الاهلي وقال له ان في ازمه دولاريه والاهلي مش هيقدر على راتب ساديو ماني. لكن احنا ما قلناش ان الاهلي هيدفع او يتكلف اي مبالغ ماليه، قلنا ان العقد هيكون مجاني مقابل حقوق الرعايه في خلال كاس العالم 2025. ندخل بقى على كواليس الكلام وكواليس الاتفاقات. طبعا النادي الاهلي لما جاب فيرمينيو، النادي الاهلي السعودي لما جاب فيرمينيو كان متوقع ان فيرمينيو يكسر الدنيا، وفعلا في اول مباراه فيرمينيو احرز هاتريك، والكل توقع ان فيرمينيو يبقى نجم الدوري السعودي وهداف الدوري السعودي. لكن فيرمينيو بعد كده ما جاش، فيرمينيو بعد كده هو مش موجود. يعني تحس ان في حاجه حصلت. وطبعا كان يعني وفاه والده كانت برضو سبب من الاسباب، لانه كان مرتبط بيه جدا، فكان عنده يعني ضائقه نفسيه، فما بانش بالمظهر اللي جماهير الاهلي كانت مستنياه. يعني في خلال 29 مباراه جاب 6 اهداف بعد المباراه الاولى اللي جاب فيها هاتريك. فقررت اداره النادي الاهلي السعودي الاستغناء عنه في اخر الموسم. طبعا فيرمينيو اسم كبير واسم قوي، والدوري السعودي بيبيع عليه، ومن نجوم الدوري السعودي، وخروجه بره الدوري السعودي يعني ممكن يأثر في المشاهدات. فعشان كده كان القرار ان هو يذهب لاحد انديه الوسط في الدوري السعودي اللي هو نادي الاتفاق، ده طبعا بالاتفاق مع ستيفن جيرارد، على انه يذهب 6 شهور لنادي الاتفاق، ومن ثم الاعاره للنادي الاهلي 6 شهور في كاس العالم 2025، وبعد كده يرجع تاني لنادي الاتفاق. والشركه السعوديه هتكسب حق رعايه النادي الاهلي 6 شهور او سنه 2025 كامله حسب الاتفاق مع النادي الاهلي، وهتكسب حق رعايه نادي الاتفاق. طبعا كل الكواليس دي حصريه، احنا عشان احنا عندنا الانفراد واحنا اللي قلنا السبب، عندنا كل الكواليس وعندنا كل الاخبار. وعشان برضو تقتنع بالكلام، هو فيرمينيو مش غالي اليومين دول. سعر فيرمينيو حسب موقع ترانسفير ماركت 10 مليون يورو.
يعني والاهلي هياخدوا 6 شهور، يعني مبلغ مش هيكون كبير بالنسبه لحق رعايه النادي الاهلي. يعني الشركه السعوديه هتعمل ديل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيختار من اللعيبه، عشان كده الشركه السعوديه بتحاول ان هي تجيب اكتر من بديل للنادي الاهلي. يعني ممكن الشركه السعوديه لو جابت لاعب واحد وعرضته على النادي الاهلي، النادي الاهلي يرفض الصفقه. فالشركه السعوديه عايزه، خصوصا ان هي عندها وقت، عايزه تقدم عرض من اكتر من لاعب، والنادي الاهلي يختار منه لاعب. لكن الشركه السعوديه دلوقتي بتبدا تشتغل، لان الدنيا هتتغير. فيرمينيو وساديو ماني لسه هيجي لهم عروض، هيتشاف مين اللي هيجي له عرض قوي. يعني لغايه دلوقتي كلهم عندهم عروض من الدوري التركي، من انديه الوسط. فاعتقد ان العرض بتاع النادي الاهلي هيكون عرض اقوى، خصوصا ان الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. مفيش عروض قويه جات لهم، ما ظهروش بالمظهر اللائق، سعرهم بيقل، سنهم بيكبر. ممكن يصنعوا الفارق مع الاهلي في كاس العالم للانديه، او ممكن ساديو ماني يصنع الفارق مع الاهلي في كاس العالم للانديه. فيرمينيو ما اعتقدش انه يكون صفقه يعني يصنع الفارق، مع ان اسم تقيل، لكن اعتقد ان ساديو ماني يكون هو يعني الصفقه الاقوى. وعايز اقول لك كمان ان لوكا مودريتش لسه هيجي السعوديه السنه دي، لانه خلاص هيمشي من بايرن ميونخ وهيجي السعوديه السنه دي. الناس هتشوف برضه، يعني لو لوكا مودريتش تألق في الدوري السعودي خلاص هو هيبقى في الدوري السعودي. لو ما تألقش اول 6 شهور، احتمال برضه يبقى من ضمن اللعيبه اللي هيتم عرضها على النادي الاهلي. في بعض الناس انتقدتنا وقالت ان النادي الاهلي يتعلم من الاخطاء، والنادي الاهلي إنه مش هيقبل هدايا. وهم ما فهموش برضه كلام ان هي مش هتبقى هديه، هي هتبقى دي صفقة. أنا عايز حق رعاية عشان أنت رايح مهرجان الناس كلها هتشوفه. بس طبعا أكيد فيها حب محبة، محدش يعني هيجي لك ويديك عقد رعاية كده ممكن يروح لأي نادي يعني صيني ولا أي نادي ياباني مشارك في البطولة. فلكن أكيد فيها محبة. عايز أقول لك إن في الأيام اللي جاية لعيبة تانية كمان هتخش من ضمن الاتفاق، لان زي ما بقول لك الدنيا بتتغير. يعني ممكن فيرمينيو يجي له عرض قوي، او ساديو ماني يجي له عرض قوي، فيخرجوا بره حسابات الشركه، فالشركه عايزه تعمل حسابها من دلوقتي. طيب امتى الشركه هتعلن عن الموضوع؟ عايز اقول لك ان الاعلان عن الهديه هيبقى قريب جدا. يعني الاعلان عن الهديه هيبقى قريب جدا جدا جدا، اقرب ما تتخيل يعني. لكن بالنسبه لاسماء اسم اللعيب ده اللي هيتاجل، مش هيتم الاعلان عنه. حتى لو هم وصلوا للاعب مش هيتم الاعلان عنه، طبعا عشان النادي السعودي اللي هيروح له، فمش هينفع يتم الاعلان عنه. لكن هيتم الاعلان عنه قبل كاس العالم مباشره، او قبلها بشهر، قبل فتره الاعلان بتاعت كاس العالم. لكن الاعلان هيتم عن الهديه. واعتقد ان الاعلام كله برضه هيتكلم عن موضوع فيرمينيو الايام الجايه، لان الاخبار هتوصل والكواليس هتوصل، وموافقه فيرمينيو يعني هتكون جاهزه. لفيرمينيو بالنسبه له الموضوع دي زي ما قلنا فلوس، هتدفع للعقد هلعب، خصوصا ان ما عندوش عرض من فريق اقوى. والايام اللي جايه هتثبت الكلام، وهتثبت ان احنا بنقول الحقائق، ودايما احنا سابقين بخطوه، ودايما احنا بنعرف نربط الاحداث ببعض، وبنعرف يعني بنشوف نظره مستقبليه. واللي ما شافش قناه الاهلاويه قبل كده يقدر يرجع ويشوف الفيديوهات اللي فاتت واللي قبل كده، خصوصا عندنا فيديوهات انفرادات وحصريه تقدر ترجع لها. ولو الفيديو عجبك يا ريت تسيب لي كومنت تشجعني فيه، ويا ريت وانت ماشي تعمل لي لايك على الماشي. والسلام عليكم.